أهلا بيكم في الحلقة 13 من حكايات ماما منا. النهاردة الحلقة عن مصطلحات زمان ومصطلحات دلوقتي. يا بنتي الحوار كان سيتويشن، والواد اكس بتاع جوسني والفايبز بقى توكسيك خالص. يا نهار ابيض، مين اللي جوزتك؟ يا حبيبي يا حبيبي اتكلم عربي، انا قلبي هيقف. يا ابني زمان لما كنا نحب نقول على حد شيك بنقول عليه آخر أبها. يا ماما ابها ايه بس؟ دلوقتي لو حد شيك بنقول عليه فيت جامد. يعني الارتباط بقى اسمه توكسيك. زمان الواحد يروح يخطب يقول أنا طالب القرب. طالب القرب؟ لا يا ماما، دلوقتي بنعمل سلايد في الدي ام، ولو الموضوع مش مريح بنعمل بلوك وشكرا. يا ماما حتى لما بنتخانق مفيش خصام، دلوقتي في دراما وبيف وبنقول ايه ده ساباه. بيكمي ده نوع بسكوت ده ولا ايه؟ يا يونا زمان كان في عتاب ومحبة. الكلمة كان لها وزن. شوفوا البلكونة والورد دي فسحة ترد الروح، مكان شرح وبرح. شرح ايه يا ماما؟ المكان ده رايق جدا واللايتنج فيه فاير. ينفع استرة. دي لقمة هنية تكفي مية. يا ماما دي جوسي قوي والكريفنج كان عليها عالي. بجد ريس. ايه؟ قولي تسلم ايدك يا لولو وبطلي رط كلام غريب. يا جماعة زمان كانت شياكة ورقي، و2026 بقت اختصارات وإنجليزي معرب، بس في الآخر مفيش أحلى من لغة الحنية اللي بتفهمها كل الأجيال. قولي سلي يا ماما. سلاي سلاي في عينك يا واد. قوم ذاكر أحسن ما أعمل لك دليت من البيت خالص. يا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم، استنونا بقى في حلقة جديدة بكرة إن شاء الله.